كوتش انا دلوقتي عامل دايت وبخس والدنيا حلوه. هو انا هفضل ماشي على الدايت طول حياتي بقى؟ طب يا كوتش ناس صحابي عملوا دايت وخسوا ورجعوا تخنوا تاني. ما انا لو رجعت تاني اكل هزيد وهبقى ما عملتش اي حاجه. اعمل ايه؟ طب يا كوتش انا عايز دايت للتثبيت. الاجابه لا. مفيش حد بيفضل ماشي على دايت طول السنه، ولا حد يقدر يستحمل ده اصلا. لكن في كذا مصطلح لازم تفهمه صح الاول. الدايت يعني نظام أكل مناسب لهدفك ولحياتك ولعيشتك، ولا هو صعب ولا هو حرمان، يعني من الآخر لايف ستايل، ونظام تقدر تكمل بيه حياتك بيكون غالبا 80% أكل صحي و20% الأكل اللي أنت بتحبه. دايت التثبيت مفيش حاجة علميا اسمها دايت التثبيت بعد نزوله. وزنك هيثبت لما تفضل ثابت في أكلك وعاداتك اللي المفروض تكون اكتسبتها من الفترة اللي عملت فيها دايت، وإن معدل حرق جسمك زاد لما حضرتك نزلت أكبر قدر من الدهون اللي موجودة. مش تبقى 120 وتنزل 90 وتقول لي إزاي أثبت وزني على كده. طيب يا كوتش أعمل إيه؟ أولا اعمل دايت سهل، عجز سعراته معتدل، أكله متنوع. ممكن تاخد شيت ميل مرة كل أسبوع أو أسبوعين عشان تكسر الدايت. حرمانك الجامد في الأكل هينزل عضلاتك وحرقك هيقل أكتر وهترجع تتخن أكتر. ثانيا ابدأ ابني عادات صحية في الأكل، زي إنك تاكل سلطة وخضار أكتر، تاكل في أطباق أقل في الحجم، تاكل كميات أصغر، ما تاكلش لحد ما بطنك تتملي. تتعود ما يبقاش الأكل شاغل كل تفكيرك. تتعود تتحرك أكتر وتمشي بدل ما تركب، وتطلع على السلم بدل الأسانسير، وتتمرن على الأقل 3 مرات في الأسبوع أو تلعب رياضة بتحبها. ثالثا اعمل دايت بسعرات وكميات محددة لحد ما توصل لهدفك، وأول ما توصل له اكسر الدايت كام يوم وارجع تاني كل أكل صحي. ساعتها هتلاقي كمياتك أصلا قلت جدا على الأول، وإنك بقيت بتشبع من أقل حاجة. وطبعا خلي مجهودك زي ما هو. بس يا سيدي.